بعد فيكتمل التهديد والوعيد ويتضح البيان وتأتي النهاية، ولكل بداية نهاية. تقول ملائكة العذاب لهؤلاء الظلمة: ولقد جئتمونا فرادا. يقولون بأمر الله تبارك وتعالى، أو هو القائل عز وجل: ماتوا ولو ترى كيف ماتوا، ولو ترى كيف نزعت وانتزعت أرواحهم من أبدانهم من أظافر القدم. تلك هي البداية، من أظافر القدم إلى الحلقوم. لو ترى وماذا فعلوا فيهم وكيف فعلوا بهم وكيف ذاقوهم ألوان العذاب وكيف نزلوا في القبر وكيف وجدوا ظلمته وكيف ضاق عليهم حتى اختلطت أضلاعهم فذهبت الميامن في المياسر وذهبت المياسر في الميامن. كيف اختلطت واختلفت أضلاعهم وأعضاؤهم. كيف وكيف ضربوا بمقام الحديد وكيف. ثم يأتي يوم القيامة فيقال لهم: ولقد جئتمونا فرادا. وقرأت فرادا وفرادا كثلاثة ورباع وفردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة خلقوا فرادا، فكذلك جاءوا يوم القيامة فرادا. لا زوج ولا أب ولا أم ولا ابن ولا بنت ولا صديق ولا شفيع ولا حميم ولا مال ولا جاه ولا سلطان ولا حراسة ولا حرس ولا خدم ولا عبيد ولا شيء. عاري حافي أغرل غير مختون، ما سقط من شعره عاد، وما قطع واستؤصل من أعضائه أعيد، وما قص من أظفاره رجع، كما خلق أول مرة ما نقص منه شيء. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما خولناكم، ما أنعمنا به عليكم وتفضلنا به عليكم. خوله أعطاه ومكنه وملكه. والخول ما أنعم الله به على الإنسان من عبيد ورقيق ومال وما إلى ذلك. خوله، والتخول التملك، وخوله ملكه ومكنه وأعطاه. تركتم ما خولناكم أي ما أعطيناكم. أعطاك ربنا تبارك وتعالى كل شيء في هذه الدنيا. ما الذي أعطيته أنت لنفسك؟ أي شيء؟ الأب هو الذي رزقك بالأب، ولو شاء لخلقك بغير أب وبغير أم، كما تنبت الأشجار لخلق الناس دفعة واحدة. الأبناء، الزوجات، الأموال، المساكن، الجاه، السلطان، كل ذلك خولك الله إياه. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. قالوا عن الأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. هؤلاء الذين عبدوا الأصنام والذين عبدوا الأوثان والذين اتخذوا الناس أربابا من دون الله، هل يمكن أن يعبد الإنسان إنسانا؟ نعم ممكن. كيف؟
ربنا يقول عن اليهود اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فتعجب بعض الاحبار الذين اسلموا منهم كعبد الله بن سلام، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم سائلين: ربنا يقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، يا رسول الله ما عبدناهم وما سجدنا لهم. فقال: أليس كنتم تطيعونهم؟ قالوا: بلى. قال: يأمرونكم فتطيعون؟ قالوا: بلى. نعم. قال: فكذلك. إذن فطاعة المخلوق في معصية الخالق عبادة لمن أطاعته. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. هل عبد اليهود أحبارهم؟ هل زعموا أن الرهبان آلهة؟ أبدا لم يحدث. فكيف اتخذوهم أربابا؟ كيف؟ بطاعتهم في معصية الله. وما نرى معكم شفعاءكم. وذاك يحدث حين يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يقال لهم: أين شفعاؤكم الذين زعمتم أنهم شركاء لله فيكم، أي لهم فيكم شيء؟ ربنا خلقكم وربنا رزقكم، ومع ذلك اتخذتم الأصنام وزعمتم أنها تنفع وتضر فأشركتموها مع الله فيكم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تقطع بينكم بالرفع قراءة، بين مصدر أو اسم من الأضداد يستخدم في الوصل والفصل. بينكم أي البين تقطع، لقد تقطع بينكم. وقد تستخدم ظرفا، ظرف ينصب على الظرفية كقراءتكم ولقد تقطع بينكم، بمعنى ولقد تقطع ما بينكم. تقطع الأمر بينكم، تقطع الوصل بينكم، ولقد تقطع ما بينكم. لقد تقطع ما بينكم من صلة، من وشائج، من قربة. تقطعت الأسباب ولم يبق إلا سبب واحد، وانتهت الأنساب ولم يبق إلا نسب واحد. أما النسب فنسب الله، حين ينادى في الناس: اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي. أين أهلي؟ أين جيراني؟ نداء من العلي الأعلى. أهله جيرانه من هؤلاء؟ قراء القرآن وعمار المساجد. يقال لأولئك: لقد تقطع بينكم وضل، بطل وانمحى وذهب، وضل عنكم ما كنتم تزعمون كذبا أنهم شركاء، أنهم شفعاء، وهكذا. حين قرأت سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذه الآية قالت: يا رسول الله، حين قرأت: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، قالت: يا رسول الله وسوءتاه، إن الرجال والنساء يحشرون معا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. قال: يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا ينظر الرجال إلى النساء. وقد نبه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: أيها الناس إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراه غرلا بهما. غرل جمع أغرل، غير مختون، غير مختون. لماذا؟ لأن الصبي إذا ختن قطعت الجلدة، قطع الغلاف، فإذا بعث أعيد الغلاف إليه. إيه وربي، ما من شيء إلا ويعود إلى أصله. غرلا، ما قطع يعود. بهما جمع بهيم، والبهيم في الأصل اللون الذي لا يخالطه لون سواه. بهما بمعنى أن الإنسان حين يبعث يوم القيامة يبعث بكافة خلقه وأعضائه وجسمه الذي خلق عليه أصلا وأزلا. مهما قطع منه أو زال منه أو قص منه، كل ذلك يعود حتى يأخذ كل عضو
بل كل جزء، بل كل خلية، بل كل قطرة دم نصيبها من الثواب او من العقاب. لقد فعلت بيدك وفعلت بأظافرك، ثم قصصت الأظافر وذهبت حيث ذهبت، أين هي؟ تأتي يوم القيامة إلى مكانها لتنال نصيبها من الثواب أو العقاب. ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أيها الأخ المسلم، كل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا سبب ونسب واحد. السبب الصلة بالله والإيمان برسول الله، والنسب النسب مع الله بطاعة أمره. واعلم أن في ذاك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فلكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، نفسه ثم نفسه. حتى الأنبياء، إيه وربي، حتى الأنبياء يومئذ لا تسمع إلا همس، والهمس همس الرسل فقط يهمسون. وبما يهمسون؟ يقولون يا رب سلم سلم، يا رب يا رب سلم سلم يا رب. بل قيل إن الأمة تنادي على ابنها صارخة: يا بني ألم يكن بطني لك وعاء، ألم يكن صدري لك غذاء، ألم يكن حجري لك وطاء، يا بني هلم إلي واحمل عني. فيقول إليك عني فإني بنفسي عنك اليوم مشغول.